تخيل تسمع صوت واحد مات من 3000 سنة. العلماء فعلا قدروا يسمعوا صوت كاهن مصري قديم بعد آلاف السنين. الكاهن ده اسمه نسيامون، كان عايش في عهد رمسيس الحادي عشر من أكتر من 3000 سنة. كان كاهن كبير في معبد الكرنك في الأقصر، يرتل كل يوم الأدعية الإلهية، يعني الصوت بالنسبة له كان عبادة. ولما مات زي أي كاهن في الزمن ده اتحنط واتدفن بعناية. في سنة 2020 فريق من العلماء البريطاني استخدم تكنولوجيا جديدة اسمها 3D Voice Reconstruction. جابوا الموميا بتاعت نسيامون وصوروا مجرى الحنجرة ومنطقة الزور بصور مقطعية دقيقة جدا. طبعوا نسخة ثلاثية الأبعاد والنتيجة كانت مذهلة. قدروا يسمعوا صوت واحد خارج من جهاز بيحاكي صوته الأصلي. الصوت كان مقطع صغير بس حقيقي، كان لإنسان عاش واتكلم من 3000 سنة. اللي حصل ده ما كانش تجربة علمية وخلاص، دي كانت رسالة إنه القدماء المصريين عاشوا عشان صوتهم ما يموتش، سواء بقى في النقوش، في المعابد، حتى في المومياوات. كأنهم بيقولوا للعالم اللي يعيش صح صوته عمره ما بيموت. فخليك عارف إن صوتك ممكن يختفي من الدنيا، بس أفعالك هي اللي هتفضل تتكلم عنك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملي فولو وتتابعني. كان معاكم سلام.